فرنانديز كنا فلورنتينو بيريز ليس حاضرا في هذه المباراة. كرة وصلت في الجهة اليمنى المتابعة حاضرة من دانيلو، ولكن الكرة المقطوعة وصلت مباشرة إلى كامارازا إلى فرنانديز، وفرنانديز جول 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 من بدري لصاحب الضيافة والدار، يتقدم بواسطة البرازيلي ديفيرسون، يسجل هدفه الشخصي الرابع في المحاولة الأولى، وبشكل مبكر الحقيقة يسجل فريق ألافيز الهدف الأول بمتابعة زيدان، بمتابعة هذا الشاب الباسكي مشجع ألافيز، يسجل البرازيلي ديفيرسون الهدف الأول. التوقعات كانت تشير إلى أن الريال راح يسجل الهدف الأول، ولكن ألافيز يفاجئ الريال، ولاحظ سوء التغطية الحاضرة الحقيقة من فاران على وجه التحديد من بيبي، لكن الكرة تحولت ووصلت إلى ديفيرسون، وديفيرسون يسجل أمامك الهدف الأول لمصلحة ألافيز. هدف عند الدقيقة السادسة تقريبا، يتمكن البرازيلي ديفيرسون من أنه يسجل الهدف الأول، لكن الكرة كانت من الأساس ملعوبة بشكل ممتاز، وبالتالي الفريق الأزرق والآن الريال يتطلع لكي يسجل هدف التعادل. تقدم بيبي، وممكن يتقدم فاران، وممكن يسدد مباشرة جاريث بيل، وحائط الصاد ممكن عند تسديدات قوية يتقدم جاريث بيل يسدد، ولكنها تصطد في الحائط وتصل إلى أين؟ تصل إلى بطاقة صفراء. حكم المباراة يوجه بطاقة صفراء، ويبدو أنه احتسب ضربة جزاء. هي ضربة جزاء. لاحظ معاي ضربة جزاء إذا محتسبة لمصلحة شوف ولاحظ تسديدة جاريث بيل ولمسة اليد. نعم، لمسة يد واضحة، أعتقد تستحق البطاقة الصفراء. على العموم كريستيانو رونالدو يستعد، والريال وجماهيره العريضة في العالم الآن تتطلع لتسجيل هدف التعادل، وزيدان يتابع، وكريستيانو وباتشيكو، وكريستيانو اللي عنده هدفين يكون الهدف الثالث. نعم، الهدف الثالث له في الليغا، هدف التعادل. الدون يحتفل الآن، وكما ذكرت من البداية يمكن تكون اليوم مباراة كريستيانو رونالدو، يعني البداية القوية ربما تكون لكريستيانو رونالدو، تتاح له الفرصة الآن. وواضح الحقيقة في بعض الأوقات، يعني أنت تشعر في بعض الأوقات تحتيك والله الأخبار بعض الأحيان ليست جيدة، والله العلاقة ليست جيدة، بعض التصريحات والله قال لك كريستيانو في أنانية وفي أحاديث وما إلى ذلك، لكن يحتاج هو كريستيانو الآن يحتاج إلى ضربة الجزاء، ربما تكون البداية الحقيقية. ولا أستبعد أن يأتي مثلا كريستيانو بالهاتريك في هذه المباراة، ولا أستبعد أن يأتي جاريث بيل وكريم بنزيما. على العموم تعادل ريال مدريد بعد التعادل الآن، وهدف من ضربة جزاء. بعد التعادل أكيد كريستيانو ورفاقه يسعون أكيد لتسجيل الهدف الثاني. أمامك الآن رمية التماس. من زمان ما لعب ألافيز أمام ريال مدريد، لأن ألافيز يعني كان في الدرجة الثانية، وحتى في الدرجة الثانية على مدى 6 سنوات و4 سنوات في الدرجة الثالثة. وآخر لقاء جمع الفريقين، يعني لذلك آخر لقاء كان في عام 2005 جمع الفريقين، لكن ألافيز حقق بطولة الدرجة، لكن بعد ذلك ما في خطورة لغاية الآن. وكريم بنزيما لا زال غائبا، لذلك هو يبحث عن نفسه، يتقدم على أساس يحصل الكرة من مارسيلو أو من إسكو. نعم، من إسكو وصلت إلى بنزيما ينقلها إلى كريستيانو اللي سدد في الجول. كريستيانو ناوي من البداية، وكريستيانو رونالدو يضع
يظهر للمرة الثانية ويسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. الكرات المتبادلة ما بين بنزيما مارسيلو بنزيما في الأخير اعتقد إلى جاريث بيل، وجاريث بيل اللاعب الأخير اللي نقل الكرة إلى كريستيانو رونالدو، وكريستيانو رونالدو يأتي الآن أو لا والله كريم بنزيما التسديدة أمامك القوية في الزاوية البعيدة على مرمى باتشيكو، والهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. الريال بواسطة كريستيانو يسجل الهدف الثاني، بذلك يعني كريستيانو رونالدو يكون عنده 4 أهداف، والآن كريستيانو رونالدو بهذا الهدف ممكن أن يأتي بالهاتريك، وأن أتى بالهدف الثالث راح يكون الهاتريك رقم 31 في الليغا في مسيرته مع الريال. إذن الريال عادل النتيجة بواسطة